في ضيافة العاصمة المغربية الرباط حل الدوري الماسي في ثالثة جولاته. الجولة شهدت احتلال المغربي عبد العاطي إيجيدير المركز الأول في سباق 3000 متر. في ثالثة محطاته ولأول مرة بالقارة السمراء حل قطار الدوري الماسي لألعاب القوى بالعاصمة المغربية الرباط. المغربي عبد العاطي إيجيدير نجح في إهداء مواطنيه المركز الأول في سباق 3000 متر بعد أن قطع المسافة في 7 دقائق و36 ثانية و85 جزءا، تاركا المركز الثاني للأذاري هايلي إبراهيموف والثالث للإسباني إديل ميشال. الملتقى عرف هيمنة كينية على سباق 3000 متر موانع، حيث نجح العداؤون الكينيون في احتلال المراكز الثلاثة الأولى. تقدمهم كيبروتو كينسوسلوس في المركز الأول ب8 دقائق و72 جزءا، أعقبه بيريش كيبشوج ثانيا وزوكوش بول في المركز الثالث. ولدى السيدات احتلت الجنوب إفريقية كاستارا سيمينيا المرتبة الأولى في سباق 800 متر بعد أن أنهته في دقيقة و56 ثانية و64 جزءا، متفوقة على البولندية فرانسيان نيونسابا التي جاءت في المركز الثاني والفرنسية رونيلا موت في المرتبة الثالثة. إثيوبيا كان لها حظها باحتلال آيانا ألماز المركز الأول في سباق 5000 متر بتوقيت 14 دقيقة و16 ثانية و31 جزءا، فيما جاءت الكينيا كيبوت فيولا ثانية والإثيوبية تيفري سينيبري ثالثة. حاملة الذهب الأولمبي في مناسبتين وبطلة العالم 4 مرات النيوزيلندية فاليري آدمز كانت في الموعد باحتلالها المركز الأول في مسابقة دفع الجلة، محققة 19 مترا و68 سنتيمترا لتتفوق على الهنغارية أنيتا مارتون والأمريكية بريتاني سميث.